بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي مشاهدي قنواتي حياتي بتتغير، وإزاي حياتي بتتغير والحياة بتتغير. أهلا وسهلا بكم. الذرة الشامي أو أناديل الشامي من أحلى الأكلات للأطفال. كل الأطفال بيحبوها، وأنا أولادي بيعشقوها. وبما إنهم صغيرين فهم مش عارفين آه، يعني إيه اسمه. فكانوا في الشتاء كل شوية يقولوا لي عايزين ناكل. بيشوفوا رسمته في الكتب فيقولوا لي عايزين الشكل ده اللي هو بناكله. كنا في الصيف اللي فات، فقررت أفرز الشامي. وطريقة تفريزه سهل جدا. لا اما هتفرزيه بعد ما تفصصيه بالطريقه دي بعد ما يتسلق. والطريقه تفصيصه سهله جدا، انك هتجيبي سكينه وبعد ما يتسلق الشامي تروحي تيجي على حافه فصوص الشامي كده من جوه، يعني تعدي الحافة، يعني تجيبي من جوه شوية، بتكون سكينة حامية جدا أو سكينة مشرشرة، وتروحي حايشة الذرة كده، فهتطلع ملازقة ببعضيها بالطريقة دي. يعني لازم تحافظي على حبات الذرة سليمة، ما تخليهاش تتهري منك، والا الاطفال مش هيرضوا ياكلوها، ومش هينفع تعملي منها الاكلات اللي ممكن تعملي منها الذرة الشامي. بس قبل ما نفرز الذرة الشامي هنقول طريقة سلقه. طريقة سلقه ان احنا بعد ما نشتري الشامي اخضر نروح نقشره. يعني هو بيجي وهو مغلب بالغلاف بتاعه كده، نروح حايشين منه الغلاف بتاعه ده ونسلقه في ميه، ونحط على الميه معلقه سكر، معلقتين سكر على حسب كميه السكر اللي نفسك تحطيها له، وكمية السكر اللي انت تحبيها على حسب الحلاوة اللي تحبيها في الذرة. حطي معلقة مؤقتا، معلقة سكر على حسب أناديل الشام الموجودة. يعني لو عملتي كميات كبيرة حطي أكتر من كده. أولا لما تيجي تسلقيها، تيجي تاكليها كده وهو لسه ما اتفرزش ولا اي حاجه، تلاقي طعمها معسل ويكتسب الحلاوه كلها اكنه مسكر جدا، مهما كان طعمه ماسخ او اي حاجه. تاني حاجه، لما تيجي تفرزيه السكر ده ماده حافظه، فيحافظ على عمره ويطول اكتر من كده. بعد ما جبنا السكينه المشرشره وقطعنا حبات الذره كده، ناخدها زي ما هي كده، تكون بردت، تحطيها في كيس وتطلع منه الهواء وتحطيها في الفريزر. تقعد اي فتره انت عايزاها، حتى للموسم اللي بعديه سليمه. تطلعيها، ممكن تحط عليها لبن او تغليها في شويه لبن مغليين، وتحط عليهم شويه سكر بحته فانيليا. ولادك هياكلوها يحبوها خالص. عايزيها تقدمها لهم كده، سيبيها تفك من التفريز، او تحطيها في شويه ميه دافيين، هتبقى ترجع زي ما هي اكنك لسه عاملاها حالا. زيها زي اي خضار بنفرزه، بيرجع سليم زي ما كان. وخلي بالكم الميه اللي بنسلق فيها الذره دي ميه جميله جدا ومفيده لجسم الانسان. ممكن تاخديها وتسقعيها وتشربيها، او تشربيها وهي سخنه، او تديها لاولادك يشربوها. تعتبر من الحاجات المفيده جدا. قدمي لولادي، او نمسك اللي هو اسمه ايه، قنديل الشامي كده، نقطعه كذا قطعه ونحطه في الكياس ونحطه في الفريزر. علشان بس انا علشان ما ياخدش مكان ففصصته بالطريقه دي. ومتهيألي هو لو حطيناه بالطريقه دي احسن، بحيث انك لما تفكيه من التفريز او تطلعيه متجمد، تروح حطاه في ميه مغليه هيفك، وتروح تفصصاه براحتك بعد كده. تاني حاجه، الذره دي اللي هي اسمها قوالح الذره دي، لما بتنشف مفيده جدا. تكسريها وعايزه تعملي بخور، تولعي بيها البخور، تبقى في منتهى الجمال. يعني تحطيها في المبخرة وتولعيها مع البخور، هتطلع بخور في منتهى الجمال، احسن حاجة. وفي ناس في القرى بيحمصوها، يعني بيحطوها في الشمس، وبعد كده بيستخدموها انهم في يعني اكنها زي الحطب، بيقيدوها ويعملوا بيها الفران بتاعتهم، او يدفوا بيها في ليالي الشتاء القارصة.
دي كانت فكرتي في حفظ وتفريز الذرة. حاولي تجيبيها رخيصة جدا الأيام دي وفرزيها، وشيليها لولادك واعملها لهم بعد كده في الأوقات اللي ما تكونش موجودة فيها. لايك، شير، سبسكرايب القنوات الثلاثة. حياتي بتتغير، وازاي حياتي بتتغير والحياة بتتغير.